شايفين القمر ده؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة، حاجة حلوة قوي كمان. الكبار بيحبوها قبل الصغيرين، ولو رحنا اي مكان لازم يطلبوها. النهارده هنعمل الكاندي. ازاي يطلع معاكي بالقوام ده؟ شايفين ازاي تحفة. وهنعمله بطريقتين احلى من بعض، تقدري تعمليه بالطريقة اللي تعجبك، وكمان هنعمله من غير قوالب سيليكون وبتكلفة بسيطة جدا. هتعملي كمية كبيرة تكفي اولادك وتكفي اصحابهم كمان. شايفين ازاي قوامه وازاي قوامه مطاطي زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. يلا نشوف الكاندي القمر ده عملناه ازاي ومقاديره وطريقته. بس يا ريت ترفعوا الفيديو بلايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس. يلا نبدا الفيديو ونشوف عملناه ازاي ونقول بسم الله. اول حاجه معايا باكو من الجيلي. انا استخدمت جيلي فراوله، تقدري طبعا تستخدمي اي طعم تحبيه. هضيف كده باكو من الجيلي، وهضيف عليه معلقتين كبار من الجيلاتين البودر، وده بيتباع عند اي عطار. وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وهقلبهم كويس قوي. واكون مجهزة مية سخنة، هضيف كوبايتين من المية السخنة بالمج العادي الخالص. لازم المية تكون سخنة معايا كويس قوي عشان ادوب فيها كل المكونات. هبتدي ادوب كده الجيلي مع الجيلاتين مع السكر كويس قوي. هستخدم المضرب اليدوي عشان يسهل عليا، ولازم المكونات تدوب كويس قوي، ما يبقاش فيه اي كتل من الجيلي او الجيلاتين. وهنا خلاص دوبتهم كويس قوي. هبتدي اصبهم كده في اي قوالب عندي متاحة، قوالب التلج، ممكن اطباق غويطة زي كده. هبتدي اضيف كده كمية كده منها، واحطها في التلاجة لحد ما تتجمد. هتاخد تقريبا ساعتين. وباقي الكمية هضيفها في علبة تلاجة عادية خالص، مش لازم قوالب معينة او شكل معين. والعلبة دي هحطها في الفريزر لمدة 10 دقايق عبال ما اجهز الطريقة التانية، وهقول لكم ليه. تعالوا نبدأ في الطريقة التانية. معايا هنا كيس من العصير سريع التحضير. انا استخدمت عصير مانجا، تقدروا تستخدموا عصير برتقال، تقدروا تستخدموا اي طعم تحبوه برضو. ده عصير مركز. هضيف عليه 3 معالق كبار من الجيلاتين، واضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر، وبرضو هقلبهم كويس قوي. وهضيف عليهم كوبايتين من المية، وبرضو هدوبهم كويس قوي لحد ما كل المكونات تدوب معانا. هنا ضفت كوبايتين من المية. تاني كيس عصير مركز، 3 معالق كبار من الجيلي، 3 معالق كبار من السكر. دي مقادير الطريقة التانية. هدوبهم كويس قوي مع بعض لحد كل المكونات ما تدوب معايا. هنا خلاص دوبت كل المكونات مع بعض. برضو هبتدي اصبهم في اي قوالب عندي او اطباق بالشكل ده. هضيف كده كمية في الطبق اللي عندي ده او القالب اللي عندي، وادخلها التلاجة برضو لحد ما تتماسك. وهنا عندي العلبة اللي حطيت فيها كاندي اللي بطعم الفراولة، حطيتها 10 دقايق في التلاجة لحد ما تماسكت بالشكل ده كده. اتأكدت ان هي بقت متماسكة كده، هضيف عليها باقي كمية الكاندي اللي بالمانجا. انا سبته على الرخامة برد، هو مش سخن يعني، برد شوية. وضفته على الكاندي اللي بالفراولة، وهدخلها التلاجة برضو تتماسك. وهنا كاندي الفراولة بعد ما عدى عليه ساعتين، هقطعه كده على شكل شرايح. تقدري طبعا تقطعي اي شكل تحبيه، شكل مثلثات، شكل مكعبات، دي تقدري تتحكمي فيها براحتك، تعملي اي شكل. هنا انا عملته كده على شكل شرايح كده بالطول. شايفين التماسك بتاعه؟ تحفة بصراحة، قوامه تحفة وبيمط ومتماسك، وما تخافيش مش هيسيح معاكي خالص. وده اللي عملناه طبقتين. هبتدي اقطعه كده برضو على شكل كده مكعبات، وبيطلع معاكي بكل سهولة، ومش هتحتاجي قوالب مخصصة ولا اي حاجة. وطلعته قلبته بالشكل ده وبقى معايا بالشكل ده. تقدري تتحكمي في الاشكال طبعا زي ما انت عايزة او في الالوان. وبصراحة الالوان دي بتكون مغرية جدا للاطفال وبيحبوها. شايفين ازاي متماسك وقوامه تحفة، وبصراحة بيكون طعمه تحفة.
شايفين قمر ازاي؟ وده الكاندي اللي بالمانجا اللي عملناه بعصير المانجا المركز. هقطعه كده برضو على شكل شرايح عريضة شوية بالشكل ده، زي ما قلت تقدروا تقطعوه اي تقطيعة تحبوها. وده بعد ما جهزناه بقى معانا بالشكل ده 3 اشكال مختلفين، وعملناهم بتكلفة بسيطة جدا، والولاد حبوها جدا. على فكرة دي مش الكمية كلها طبعا، الولاد كلوا تقريبا كمية كبيرة جدا وانا بقطعها. شايفين بتكلفة بسيطة جدا لا تذكر، عملنا كمية كبيرة جدا تقدري تعمليها لولادك في عيد الميلاد، هيفرحوا بيها جدا. كلنا عارفين طبعا الاولاد بتحب الكاندي، لو عملته لهم بالشكل ده كده الالوان بتكون مغرية جدا بالنسبة لهم. تقدري تعمليه طبعا بالوان كتيرة وباطعم كتيرة. وخلاص كده فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وهستنى تطبيقاتكم الجميلة، وهستنى رأيكم في الكومنتات لو جربتوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.